احتمال اخوك بيحبها وابوك بيحبها وعمي لما بيجي لنا كل شهر لما بيجي كل شهر بيحبها ورخر. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا مع بعض في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. معانا مواقف جديدة، معنا مواقف جديدة. كل سنة وانتم طيبين. اللي ما شافش بقى حلقة امبارح كانت حلقة رمضانية بشكل فظيع، رمضانية فظيعة بشكل رهيب. فاللي ما شافهاش بعد اذنكم تروحوا تشوفوها. بالظبط، كانت اجواء رمضانية جامدة جدا، فلازم تشوفوها يا جماعة. لازم تشوفوها. وزي شايفين الزينة بالمفرش بالحاجات، فيعني كده هو احنا هنكمل الاجواء الرمضانية دي مع بعضينا كده. بالظبط. يلا، معانا موقف جديد بيقول لنا ايه. من أنظف أنواع البيزنس اللي اتعلمته، اللي اتعملت واللي نسبة المخاطرة فيها تساوي 0. ده حد بيقول لنا نوع من أنواع البيزنس ما فيهاش مخاطرة، يعني نسبة المخاطرة تكاد تكون 0. يا ترى ايه الموضوع؟ تعال نشوف ايه الموضوع البيزنس ده. قصة كنت قرأتها من كام سنة عن مصري عايش في الكويت. اوكي، كان بيقعد على قهوة قدام المرور، والمصريين بيروحوا له علشان يسهل لهم النجاح في امتحان استخراج رخصة القيادة مقابل 150 دينار. كويس، تمام. هو بيدربهم يعني علشان السواقة. طبعا بلد جديدة، ممكن انت مش عارفة الرولز، يعني الحاجات اللي هي بتاعت السواقة ممكن ده يكون بيزنس كويس. تمام. بدأ صيته ينتشر بين المصريين والسلطات الكويتية. خدت خبر والموضوع عمل قلق، فراقبوه علشان يعرفوا مين بيساعده في المرور. اوكي، انه ليه حد جوه المرور، حد يعني جوه بيخلص ورق يعني. ماشي، طب نشوف نكمل. مين بيساعده في المرور ويوقعوا شبكة الفساد دي. وصلت شبكة الفساد للكويت، يا نهار اسود ومنيل. طيب. ويوقعوا شبكة الفساد دي. المهم لما راقبوه اكتشفوا انه ما بيتعاملش مع اي حد، ملوش تعامل مع اي حد. اوكي، وما بيعملش اي حاجة. هو بياخد 150 دينار وانت تدخل تمتحن، نجحت خير وبركة والف مبروك، وهتشكره كمان. سقط ياخد يا عم 150 دينار بتوعك، احنا ما بنقبلش مليم حرام وشكرا. يعني ايه؟ يعني هو بس قاعد بره بياخد فردة وخلاص؟ انت يعني هو لو هو ملوش حد جوه ملوش حد جوه وهو بياخد منه 150 دينار بس عشان هو يدخله، فهو داخل امتحن ونجح، فتمام خير وبركة، وكمان لما يخرجوا يشكروه. انت بتعمل ايه؟ طيب ايه شغلانته؟ ده كده هو لا بيعلمهم ولا ليه جوه ناس بيخلص ورق، ما بنستفدش بأي حاجة. عشان كده ما مالوش أي مخاطرة، تكاد تكون المخاطرة 0 يعني. وعشان كده من أنظف أنواع البيزنس. كويس، نروح نقعد على باب المرور ناخد ودخل الناس وندخلهم كسب. نجحوا ألف بركة. تمام، عدي. ما نجحش يرجع يدوله يرجع لهم 150 دينار بتاعتهم. دي زي الدعوة يعني بيرجع لهم 150 دينار الناس اللي سقطت. يعني انت بتدعي لهم؟ ده جميل ولا ايه؟ بيساعدهم بالدعوات. طب تمام. الموقف اللي بعد كده بيقول لك ايه. انا قاعد على قهوة مع واحد صاحبي، ونص كوباية السحلب اتدلقت. اوكي، كان قدامه كوباية سحلب ونصها اتدلقت. كملتها مية. كملها مية. ده صاحبك اللي عمل كده. كملها مية ونادى على القهوجي وقال له دوق السحلب ده كده. داقه وقال له معلش يا فندم، وراح جايب له غيرها. طبعا مش محتاجة اقول لكم صاحبي من اي محافظة. اوكي. حلوة دي. يعني كوباية السحلب اتدلت منها شوية، فهيضطر يشتري واحدة غيرها، يجيب واحدة تانية. هو ما عجبوش بقى شوية اللي فاضلين اللي هو هيشربهم، فعمل ان هي طعمها وحش فيها مية وانها سايبة. القهوجي قال له دوقها السحلب اللي انت عامله طبعا وحش. فراح عمل له واحدة تانية. فكده ما دفعش تمن. ماشي. هاجر بقى ردت عليه فبتقول له على فكرة انا من المنوفية. طبعا كلنا عارف. كلنا عرفنا البلد ده. على فكرة انا من المنوفية، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وواحدة بيتريق علينا.
وانا كان نفسي ارد عليكم بس خايفه الباقه تخلص. ما ترديش. الإجابة وصلت. ما ترديش يا هاجر، احنا عرفنا الإجابة وصلت. احنا عرفنا احسن ناس. اجدع ناس. احسن ناس اهل المنوفيه. طيب يلا نخش على الموقف اللي بعده. انا فضلت خاطب مراتي 4 سنين، واثناء الخطوبه كنا كل مره نتفق اننا هنخرج بكره او بعد، وافسحها ونتعشى في اي مطعم، وكنت اروح علشان اخدها تقولي خليها الزياره الجايه علشان انا مكسله النهارده. كويس. وكان كل مره على كده، لدرجه ان طول ال4 سنين ما خرجتش معاها غير مرتين بس. يا ما شاء الله. طب كويس، دي بيتوتية قوي، ما بتحبش الخروج، مكسلة على طول يعني. هنشوف الصدمة الجاية. هنشوف. طب نكمل. ما خرجناش غير مرتين بس. طيب مرة علشان نشتري، ده عارفهم من مرتين كمان، مرة علشان ننزل نشتري لبس الخطوبة، ومرة علشان نشتري فستان الحنة والفرح. يعني احنا نازلين مجبرين ان احنا لازم هننزل نشتري فستان الخطوبة يا فستان الحنة والفرح. طب العفش والقاعة والحاجات دي فضلت قاعدة في البيت برضو واختارتهم بالتخاطر ولا ايه؟ بالسنس. طيب وفي المرتين كانت بتقول مكسلة برضو، ومامتها كانت بتزعلها وتغصبها انها تروح معايا. وحاليا بعد جوازنا بسنة كل لما تيجي تتخانق معايا تقولي انت عمرك ما فسحتني ولا خرجتني، عشتني في مطعم واحنا مخطوبين زي بقية البنات. ارد عليها اقول لها حلو، انا هعوضك، يلا بينا نخرج بكرة، تقولي ماشي. وتاني يوم اقول لها يلا، تقولي لا انا مكسلة، خليها يوم تاني علشان انا مش قادرة اخرج. لا دي جميلة. طب مريم بترد عليها في كومنت، بترد فبتقول لها او بتقول للولد اللي هو بقى منزل، الشاب اللي منزل اللي بيتكلم بتقول له دي بقى يا معلم، مهما تعمل معاها وتزعلها ما تخافش من زعلها، لانها هتكسل تروح بيت ابوها. اصلا من اول صباح خير. دي مدام جت عندك بيتك اصلا، فهي مش هتعمل اي مشكله معاك عشان هتكسل تروح بيت ابوها تغضب. ده هي راحت معاك بيتك عشان هي كانت بره في الفرح بالظبط، انما لو هيك جالك من بيت ابوها ما كانتش خرجت من البيت اصلا. يا الله، انت جبتها منين دي؟ لا شفتها فين؟ انت تعرفته فين؟ طيب يعني انت اكيد من الواضح يعني عارفه اللي هو من الواضح ان انت مش شفتهاش. يعني هم اللي هو الجواز صالونات، هي في البيت وهو راح لها بيتهم اتعرف عليهم، ما خرجش شافها بره، ما شافهاش في الشارع دي. سواد سمعتنا، سواد سمعة البنات، حرام عليكم يا مفتريين. طيب الموقف اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ موقف حصل معاك مع ابوك او امك بس ايه مش قادر تنساه. بيقول مريم بتقول امي كانت قاعدة جنب نخلة وكان نفسها في بلح. اوكي. لقت واحد معدي قدامها، قالت له بعد اذنك، قال لها نعم، قالت له ممكن تجيب لي بلح؟ قال لها من عينيا. وطلع على النخلة وجاب البلح للست امي، وتعرفوا على بعض تحت النخلة. وراح وصلها لبيت ابوها، وكان عمدة ساعتها، وطلب ايديها، وبعد شهر كتبوا الكتاب. يعني من الآخر أنا موجود من أجل بلحة. شوف يا ابني، أنا موجودة من أجل بلحة. كل الجوازات بتبتدي ببلحة مع اختلاف الكونتكست. بس يعني كان في طلبات أخرى كانت بتبقى مطلوبة، بس المرة دي جت في بلحة الحمد لله. يعني في ناس تحت الشجرة مكاننا وهيبة 2 ليمون وفي 2 ليمون بالظبط، وفي جوافة يعني مع اختلاف الفاكهة. بالظبط، كان في طلبات مختلفة، بس انت جيت الحمد لله، اهم شيء ان انت فاحنا كلنا جينا بسبب بلحة مع اختلاف الكونسبت. ايوه يعني.
يعني اختلاف رشدي قاعد معانا. بالظبط. فمع اختلاف الكونتكست يعني السياق هنا بلح هنا كان في احتياج معين او طلب معين احنا عايزينه بس بالظبط. بتفكرني بايه؟ قال له كان في فردة حمامة من عندنا لفت على حمامة من عندهم. فقامت الحرب بين العيلتين. بالظبط. فيعني ايوه الجوازات بتبتدي بشكل اتفه مما تتخيل. عادي يعني حاجات مش لا تذكر وما توديش في الاخر ان احنا نتجوز، بس اصلا بتحصل. بس يعني البلحه يعني ظبطت المود، عملت شغل كويس. بالظبط. طيب تمام. الموقف اللي بعده بيقول لك ايه؟ موقف حصل لك في عزا. اوكي ربنا يستر. موقف العزا دي بتبقى فظيعه. أنا جدي أحمد بيقول أنا جدي اتوفى قبل جدتي، ولما جدتي اتوفت الله يرحمها كنت واقف باخد العزا، وواقف جنبي أخو جدي. تمام. هو شبهه جدا بالملي كأنهم توأم. واحد صاحبي جه دوره يسلم على أخو جدي. واقفين بقى بيسلموا، فجه واحد صاحبك جه دوره هيسلم على أبو جدي، ودخل علينا لقيت وشه مصفر ومش عارف يتكلم. بقوله في ايه مالك؟ قام باصص عليه وباصص لي وقال لي مش احنا دفناه السنة اللي فاتت؟ فصلني ضحك. الله يسامحه الله يمسيه بالخير. مش دفناه السنة اللي فاتت؟ انتوا ولا هو انتوا اللي بيموت عندكم وبيطلع نسخة تاني ولا ايه؟ ولا انتوا عندكم نسخ ولا ايه؟ انتوا ايه الناس دي اللي عندكم اللي ما بتخلص؟ جدودكم اللي ما بيخلصوش دول؟ مش الراجل ده مش دفناه قبل كده؟ مات قبل كده ولا ما ماتش؟ ايوه. اوكي. الموقف اللي بعد كده بيقول لنا ايه؟ انا عايز اخطب واحدة جارتنا وهي بتحبني جدا، بس في مشكلة ان ولاد عمي بيقولوا عليها مزة. ولاد عمك بيقولوا عليها مزة. طب دي مش مشكلة، دي حاجة كويسة. دي حاجة حلوة يعني. المشكلة يعني فين المشكلة؟ يعني ده بيشكروا فيها البنت حلوة يعني، مفيهاش حاجة. ولا انت محرج عشان هم بيعكسوها يعني ولا ايه؟ مش فاهمين. طيب بيقولوا عليها مزة وكده، ودايما جايبين سيرتها واحيانا قدامي وانا مش مبين اني عايزها. اعمل ايه؟ نزل يا ادمن من غير اسم. طيب واحد رد عليه بيقول له بلاش بنت الجيران دي يا اسطى والنبي، علشان انا كنت بحب بنت الجيران واما فكرت اخطبها ابويا كمان طلع بيحبها. العيلة كلها العيلة كلها بتحب بنت الجيران. حضرتك الأستاذ المبجل حسن شاكوش غنى لبنت الجيران. بالظبط. بنت الجيران واقفة. فيعني خلاص ما بالظبط يعني كنسل بنت الجيران. بيبقى يعني في إجماع من هنعمل مشاكل بين العائلات كلنا واحنا داخلين البلكونة بنبقى شايفين بنت الجيران. بالظبط. فاحتمال أخوك بيحبها وأبوك بيحبها وعمي لما بيجي لنا كل شهر لما بيجي كل شهر بيحبها ورخر، وحماه لما بيجي كل سنة يعني خلاص. الموضوع كبر مش عارفين نسيطر عليه. بنت الجيران تأثيرها جامد. فيعني ما يجرى. بلاش بنت الجيران يعني. ولما كلهم بيقولوا عليها مزة دي ميزة مش عيب يعني. بالظبط. حلوة للدرجة دي. هيفرحوا لك يعني. هيحبوا لك الخير. دي اخر كده موقف معانا. ما ينسوش بقى اللايك والسبسكرايب بعد اذنك. قولوا لهم يعني ما تنسوش بقى انتوا يعني شهيصونا بقى وظبطونا بقى لايكات وسبسكرايب بص احنا تدوس على زر الجرس عشان تشوف كل الحلقات اللي بتنزل. احنا هنقول لهم سيم نعمل سيم بيننا وبين المتابعين. ايوه اللي وصل لحد الاخر يحط فانوس في الكومنتات. ايوه بالظبط كان خد بالك. وصلت انت معانا لغايه هنا انت احسن ناس. حط لنا فانوس في الكومنتات. فانوس بقى كتير يعني. ومحدش يشرح لحد يعني. حد سال ايه يا جماعه الفانوس ده؟ قول لهم فانوس رمضان عندي. فانوس رمضان بالظبط يعني مش حدش هيعترض. حد هيعترض بس خلاص فانوس في الكومنتات وخلاص. سكتم بكتم حط له 10 جنيه جيبه. سكتم بكتم خلاص فانوس واحنا ساكتين مع بعض. بالظبط. يلا هنشوفكم بقى في حلقة جديدة. باي باي.